السلام عليكم. بيتجدد اللقاء، وكلامنا النهارده مش هيكون عن النادي الاهلي. كلامنا النهارده هيكون عن منتخب مصر وفوزه على بلجيكا 2-1 في مباراه وديه اقيمت بالامس في الكويت. شفنا منتخب مصر مش هنقول بشكل مختلف، لكن هنقول ببعض التفاصيل الجديده الكويسه جدا. شفنا منتخب صلب دفاعيا، شفنا منتخب هايل في الطلوع بالكره من الخلف للامام، شفنا منتخب منضبط تكتيكيا وواقف صح في الملعب. شفنا توظيف مختلف لمحمد صلاح بيخدم المجموعة مش بيخدم صلاح. مفيش حاجة اسمها منظومة كاملة بتخدم محمد صلاح، لا، محمد صلاح فرد من ضمن المجموعة. شفنا امبارح صلاح بيتحرك للعمق، يشتغل كصانع ألعاب عشان يلم حواليه لعيبة بلجيكا، يفضي مساحة على الخط الناحية التانية خالص لتريزيجيه. اتعملت مرة، اتنين، تلاتة، وكل مرة نجحت وكل مرة حققت خطورة. محمد صلاح بينزل لتحت بيسحب حواليه توبي ألترفيلد ودفاع منتخب بلجيكا، بيفضي المساحة لتريزيجيه. تريزيجيه بينطلق، محمد صلاح بيلعب له التمريره، بيروح بيعمل خطوره مره واثنين وثلاثه، جت منهم هدف. برافو روي فيتوريا. شفنا مصطفى محمد بيشتغل بشكل متطور جدا، اداء ممتاز من مصطفى محمد من ساعه انتقاله من جلاتا سراي لنانت الفرنسي، شكل مختلف، حاله مختلفه. اتمنى ان مصطفى محمد يشتغل على المستوى اللي هو وصل له دلوقتي، ويطور منه، ما يقفش عند المرحله دي ويعمل ستوب. لان مصطفى محمد في مرحله لو طور من نفسه هنشوفه السنه الجايه بيلعب في الدوري الايطالي الانجليزي. تريزيجيه بيأدي اداء ممتاز، برضه تريزيجيه حالته ماشيه مع الدوري التركي، سواء مع اسطنبول باشاكشهير او دلوقتي مع طرابزون. تريزيجيه في تركيا بيظهر بشكل ممتاز وهو نجم هناك، لاقي تقدير، لاقي احترام. كل ده عطيله ثقه بيخليه بينزل في الملعب واثق في نفسه، واثق في امكانياته، بيشتغل بشكل ممتاز. هيطلع الناس، انا مختلف مع الناس اللي بتنتقد تريزيجيه كل حاجه، يقول لك ده تريزيجيه ما بيبصش على الجون قبل ما يشوط. يا جماعه مصر ما فيهاش 3 4 تريزيجيه. تريزيجيه لعيب ممتاز. كان نفسي اشوف امام عاشور اكتر، عدد دقايق اكبر في نص الملعب، لكن انا مبسوط جدا من محمود حماده، اختيار ممتاز في منتخب مصر. لعيب عنده 28 سنه، اول مره ينضم لمنتخب مصر، وبيظهر ان هو عنده ثقه في نفسه وبيلعب بامكانيات ممتازه، تسليم، استلام، تحرك، بيفضي نفسه لزمايله، بيضغط في كل مره بيبقى مطلوب منه ان هو يضغط. مفيش حاجه اتطلبت منه ما عملهاش. لكن امام عاشور لعيب محوري في مستقبل وسط ملعب منتخب مصر. لازم امام يبقى بياخد عدد دقائق اكبر من كده. اكرم توفيق حدث ولا حرج، متراس، الله اكبر عليه. علي جبر اداء ناضج. معظم مدافعين مصر هتلاقيهم ممتازين طول ما انت بتلعب تحت خط الكوره، طول ما انت بتلعب ديبنج ديفنس، يعني بتلعب بخط دفاع متاخر، مفيش مساحه ما بينه وما بين الخط حارس المرمى في ظهره. طول ما انت المدافع قريب من حارس المرمى، معظم مدافعين مصر هتلاقيهم كويسين. علي جبر، محمود علاء، حجازي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، كلهم. لذلك المتفرد الوحيد هو محمد عبد المنعم. ده اللي بيخلي محمد عبد المنعم هو افضل مدافع في مصر، لان المدافع الوحيد في مصر اللي يقدر يلعب وفي ظهره 15 متر فاضيين. عنده سرعه، عنده تمركز جيد، عنده قدره على قطع الكره من غير فاول. محمد عبد المنعم لا يعوض، غيابه مؤثر جدا في منتخب مصر. كنت اتمنى ان انا اشوف امبارح جنب حجازي اسامه جلال بيبتدي المباراه. ده مش تقليل من علي جبر، لكن لاني كنت بتمنى اشوف منتخب بيبني لقدام، منتخب بيشتغل على 10 سنين جايين. انت جايب مدرب برتغالي مدى 4 سنين، هل هيمشي وهو سايب لي محمود علاء وعلي جبر والونش اللي ساعتها هيبقى عنده 30 سنة برضه؟